صالح بن زعل الفارسي، ولد في 17 من فبراير عام 1953 في ولاية المصنعة بسلطنة عمان. وعندما بلغ 5 من عمره هاجر برفقة أسرته إلى دولة الكويت، وقد حصل على الشهادة الثانوية العامة في الكويت. سافر بعدها إلى القاهرة لدراسة المسرح، وقد سعى صالح زعل إلى تطوير المسرح والدراما في سلطنة عمان، وقد قدم أعمال مسرحية ودرامية كثيرة وصل نجاحها إلى منطقة الخليج العربي. عاش فترة من حياته في دولة الكويت، وفي عام 1972 عاد إلى سلطنة عمان، وهناك التحق بوزارة الإعلام. تم تعيينه كمذيع في الإذاعة في عام 1974. كما درس في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة مع مجموعة من زملائه لدراسة المسرح بدورة مكثفة لمدة عام كامل، ليعود أكثر نضجا فيقدم قضايا مجتمعية. ومن أعماله الفنية مسافر خانة، والذي أنتج عام 1982، صيف حار، والذي أنتج عام 1988، سعيد وسعيدة، والذي أنتج عام 1991، جمعة في مهب الريح، والذي أنتج عام 1993، عمان في التاريخ، والذي أنتج عام 1995، درايش، والذي أنتج عام 2009، توين فيلا، والذي أنتج عام 2011. إعداد وإخراج سعد الهدابي.